مرحبا، أنا اسمي دليل وأهلا فيكم فيديو جديد. إذا هذا أول فيديو اللي بتشوفه فبتمنى أنك تشيك قناتي لأنه فيها كتير فيديوهات عن لعبة دايزي. أنا اسمي دليل وبلعب لعبة دايزي من 6 سنين، عندي تقريبا أكثر من 10,000 ساعة بهي اللعبة وبعرف تقريبا كل شيء عن اللعبة. محتوى قناتي كل شيء بيتعلق عن ألعاب السرفايفل ودايزي بشكل خاص. إذا انتم جداد بهي اللعبة وعندكم أسئلة لا تنسوا تشيكوا قناتي لأنه في سلسلة كاملة عاملها عن أساسيات لعبة دايزي. وإذا بتدور على لاعبين عرب تلعب معهم هاي اللعبة فيك تفوت على سيرفر الديسكورد اللي خاص فينا، مليانة ناس عرب بتلعب اللعبة هي. وإذا حابب تدعم القناة لحتى يصير المحتوى أحسن وأفضل فرابط الباي بال موجود هون بصندوق الوصف، كمان راح تشوفه بالصفحة الرئيسية. بتمنى لكم يوم حلو هلا واستمتعوا مع الفيديو. مرحبا جماعة، كيفكم؟ شو اخباركم؟ بتمنى الكل يكون بألف خير وسلامة. انا اسمي دليل ورجعت لكم اليوم فيديو جديد عن لعبة دايزي. الفيديو اليوم ان شاء الله راح يكون الفيديو تعليمي، راح نحاول نحكي عن طريقة اضافة مودات لسيرفرنا الخاص او سيرفرنا الكوميونتي. يعني كيف تضيفوا مودات على سيرفركم في حال عملتوا سيرفر. طبعا انا في فيديو قبل هاد شرحت عنه اوريدي كيف بدك تعمل سيرفر خاص لك، بس ما حكيت انه كيف بدك تضيف مودات. فيديو اليوم ان شاء الله رح نشرح عن هاي النقطة، اعلمكم كيف تضيفوا مودات لسيرفركم. طبعا في كتير مودات بالوركشوب لدايزي، ومنه اهم مود اللي هو PvP Admin Tools واللي هو المود هاد. فيك ترسم اشياء، فيك تمشي مثلا وين تروح وين ما بدك، ترسبن وين ما بدك. خلينا نقول تليبورت تولز، تروح على اي مكان بين لك هون الماب. ترسبن بالمطار مثلا، او بترسبن لك اشياء. نقول مثلا بدك ترسبن M4، تكتب M4 ويطلع لك نقرتين عليه، خلاص برسبن معك. وترسبن الاشياء الثانية اللي بتخص الM4 وخلاص صار عندك السلاح. فالمود هاد يعني مهم جدا لكل سيرفر خاص، لانه بدون المود هاد ما عادي راح تلعب اللعبة كأنه عم تلعب يعني مانك ادمن. فلازم تنزل المود هاد اللي هو ال PvP Admin Tools لحتى تصير ادمن وتقدر تجرب التحديثات، تجرب الاشياء الجديدة يلي ضافوها المطورين يعني. فانا راح اعلمكم كيف تضيفوا مودات بشكل عام، مو بس المود هاد، ولكن راح نجرب على المود هاد. طبعا راح اعلمكم كيف تضيفوا المود هاد، ومثل ما قلت لكم في كتير مودات ثانيه، مودات سيارات، مليان الوركشوب بستيم، ففيكم تضيفوا اي مود مثل طريقه اضافه المود هاد. طيب يا جماعه، بنفتح ستيم، بنروح library، رايت كليك على دايزي سيرفر، براوز لوكال فايلز. انتوا عندكم ما راح تكون في هاي الملفات الخمسة لانه لسه ما نزلتوا ولا مود. هدول المودات اللي نزلها عندي على سيرفري. فراح تكون بس في عندكم هالملفات هي، وهي الملف هذا كمان ما راح يكون موجود. طب هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل رايت كليك على الملف هاد ونفتحه ونغير الاسم هاد ونحطه اسم السيرفر تبعنا ونعمل سيف ومنسكر. طب يا جماعة، بعد ما غيرنا اسم السيرفر بالملف هاد، نجي هون نكتب notepad++، نفتحه. راح يكون هيك. شايفين الكود هاد؟ راح اخلي لكم الملف هاد بصندوق الوصف، بتحددوه تحديد الكل وبتنسخوه وبتحطوه بالملف يلي انتو فتحتوه. ثواني، هون هيك بيكون، تلصقوه هون. هلا بعد ما عملتوا هيك بترجعوا تفتحوا ستيم، تروحوا لايبراري، دايزي، بتجوا بتختاروا دايزي سيرفر، رايت كليك مانج براوز لوكال فايلز. هون تنقروا مرة واحدة ليفت كليك هون وبتنسخوها هي. بترجعوا تفتحوا الباد فايل تبعكم وبتحددوا الكتابة هي، كل شي بين الكوتيشن مارك هي والكوتيشن مارك هي، الكتابة المكتوبة بينها بتحذفوها، بتعملوا كنترول في يعني بتلصقوا. هسا هون المكان اللي انا منزل دايزي سيرفر فيه بسي، انتم ممكن يكون عندكم دي، و بدكم تكبسوا فايل سيف اس، بتحددوا ملف دايزي سيرفر وبتكتبوا هون start point bat وبتسكروها بالشخطتين هدول، بتعملوها سيف
وبتسيفوا الملف عندكم. ماشي، يعني الكود هاد بتسيفوه عندكم بملف دايزي سيرفر. هلا بس تسيفوه خلص في عندكم هلا ملف اسمه ستارت، بيشغلكم السيرفر وبيطفيه. فحرفيا هاد بس تشغلوه بيشغلكم السيرفر، وبس تطفوا بنطفى السيرفر عندكم. طيب هلا عملنا ملف ستارت بات، عرفنا كيف نشغل نطفي السيرفر. بدنا هلا نضيف المودات. هلا منين بدنا نضيف مودات؟ تفتحوا ستيم، تروحوا لايبراري، تكبسوا دايزي، تروحوا وركشوب. هون بيطلع لكم كل المودات، هي جميع المودات الموجودة بالوركشوب بتلاقوها هون. most popular تكبسوها بتلاقوا كل المودات. شايفين كل العالم اللي بتعمل مودات وبتحطها بستيم، فيكم تنزلوا المودات وتحطوه بالسيرفر عندكم. هلا اول مودين لازم تنزلوه دائما عندكم على السيرفر، هو مود CF يلي هو هاد، ومود VPP admin tools يلي قلت لكم عليه بالبداية الفيديو، لحتى تقدروا تصيروا admin عندكم بالسيرفر وترسبوا الاشياء وهيك. فخلينا نضيف المودين هدول. اول شي نكتب CF ليكو، تفتحوه، بتعملوا سبسكرايب. بعد ما عملتوا سبسكرايب خلاص بينزل المود عندكم على البي سي. هلا شو بتعملوا؟ بتروحوا library وبتشغلوا دايزي. تمام، بس شغلنا دايزي بنروح مودز، نزلنا مود اسمه CF، هيو نزل عنا، يا اما هون بيكون او بيكون تحت. بس بتكبسوا السهم هاد، تروح هون open folder in Windows Explorer. تمام، هيو المود نزل عنا على البي سي. بننسخه كوبي، وين بنروح على دايزي سيرفر، common دايزي سيرفر، وبنعمل لصق، بنحط المود هون. هلا بس حطينا المود هون، ليكو المود راح يجي هون. بنفتحه وبنروح على كيس، بننسخ الكي كوبي، لا تاخدوه كله، بس كوبي. بترجعوا وين بتحطوا الكي؟ ملف الكيس، تلصقوا الكي هون. تمام، هلا صار عندكم المود بالسيرفر. في خطوة أخيرة لازم تعملوها لحتى يشتغل المود عندكم على السيرفر. ملف البات، الستارت بات، ما تشغلوه، بتعملوا رايت كليك عليه وبتعملوا له edit، وبتحطوا اسم المود هون بخانة المودز. دائما هي بتخلوها، هي ابدا ما بتغيروها. بعد اللي يساوي بتحطوا اسم المود. شايفين هلا مثلا اول مود عنا هو CF، فلازم تحطوا اسم المود بدون اخطاء. فلحتى ما تعملوا اخطاء دائما تعوا على اسم المود وعملوا نسخ والصقوها هون. بعد ما تخلصوا من المود هذا، مثلا اذا بدكم تضيفوا مودات تانية بتكتبوا فاصلة منقوطة والمود اللي بعده. بعد ما تخلصوا تكتبوا هيك، خلاص هي المودات هدول كلها مو لازمة، لانه ما عندكم على المودات هاي على السيرفر عندكم انتو. بس راح يكون عندكم شكل الفايل هاد هيك، الشغلتين هدول ناقص مود يساوي CF، وهلا بتسكروها وخلص هيك راح يكون عندكم شكل المودز. ما عندكم بس مود واحد. بعد ما خلصتوا بتروحوا فايل بتعملوا لها سيف. هلا فينا شو نشغل السيرفر، خلص نضاف مود CF عنا على السيرفر. بس احنا حكينا انه بدنا ننزل مود VPP admin tools كمان لحتى نقدر نصير admins بالسيرفر. تمام، نرجع نروح على الوركشوب، ندور على VPP admin tools، نفس الخطوات ليكو. نعمل سبسكرايب، انا اوريدي عامل سبسكرايب، وبرجع افتح دايزي، بروح مودز، بدور على VPP admin tools ليكو، افتح المجلد، هيو ال VPP admin tools، بعمل له نسخ كوبي common دايزي سيرفر، وبعمل له لصق هون. بس انا اوريدي حاطط الملف. تمام، بعد ما شغلنا او حطينا الملف هون، بدنا نفتحه ونروح على الكيس، ناخذ الكي كوبي
وبدنا نحط الكي بملف الكيس، نعمله لصق. وهلا شو بدنا نعمل بعد ما حطينا الكي هون؟ بدنا نحط اسم المود ما حكينا ملف الستارت. نرجع نعمل له edit زي ما حكيت، فاصلة منقوطة، شايفين فاصلة منقوطة بعد اخر مود، واسم اسم المود. تعملوها سيف، لا تنسوا اهم شي. خلاص بتسكروا. هلا بس ضفتوا المودين هدول خلاص فيكم تشغلوا السيرفر وتلعبوا. ولكن يعني دائما لما تنزلوا مود بس تعملوا الخطوات هاي خلاص فيكم تشغلوا السيرفر. هلا بكون المودات عندكم بالسيرفر. بس مود VPP Admin Tools لازم تشغلوا السيرفر مرة وترجعوا تسكروه لحتى يصير عندكم ملف هون تقدروا تعملوا حالكم admins. فبس نزلتوا هالمودين شغلوا السيرفر مرة، تستنوا هاي لحتى تستنوها لحتى تشتغل. تمام. save process تعملوه ناقص، تشغلوا دايزي، بتروحوا سيرفرز لان، تلاقوا السيرفر تبعكم هون، بتعملوها جوين وبتفوتوا على السيرفر وبترجعوا تطلعوا تسكروا دايزي وبترجعوا تفوتوا على ملف دايزي سيرفر. بتلاقوا صار عندكم هلا هون مود اسمه config. اذا ما صار هالمود لازم تطفوا البي سي ترجعوا تشغلوا البي سي. اتوقع انه لازم يزبط. بس تفتحوا الكونفيج، تجوا على VPP Admin Tools، راح تلاقوا هون ملف اسمه VPP Admin Tools Permissions Super Admins بتعملوها edit. هاد هون راح تلاقوا كتابات طويلة، ما بعرف انه امسح الكتابة هاي ومش عارف شو بالانجليزي. راح تلاقوا كتابات تمسحوها كلها، تعملوها تحديد الكل Ctrl A بتحذفوها وبتحطوا الستيم ايديز يلي بدكم يصير ادمن بالسيرفر هذا. وانتم بطبيعة الحال رح تحطوا ستيم اي دي تبعكم، فبتجيبوا الستيم اي دي تبعكم وتحطوها هون. اللي ما بيعرف كيف يجيب الستيم اي دي بتفتحوا جوجل، تكتبوا ستيم، تشغلوا ستيم وبتعملوا لوج ان لحسابكم ستيم. فيو ماي بروفايل، بتلاقوا هون فوق على اليسار الارقام هي تاخدوها نسخ، وهي بتكون الستيم اي دي تبعكم. وتحطوا بكل سطر اي دي لكل شخص بده يصير ادمن عندكم السيرفر. فاذا انتم مثلا السيرفر لوكال مانو كوميونيتي والعالم بتجون عليه، فهون رح تحطوا بس حسابكم. بس اذا انتم السيرفر كوميونيتي وبدكم تعينوا ادمنز عندكم على السيرفر، اول شي بتحطوا الاي دي تبعكم، بعدين بتحطوا انتر، تحطوا الاي دي الثاني ثالث رابع والى اخره. ولكن انتم هلا لوكال سيرفر ما عندكم ادمنز، انتم بس لحالكم، فبتحطوا بس اول سطر الاي دي تبعكم وخلاص. تعملوها فايل سيف وبتسكروا الصفحة. بترجعوا وحدة لورا، بتلاقوا عندكم ملف اسمه credentials. بتفتحوا الملف هذا، راح تلاقوا ملف عليه كتابات، بتحذفوا كل شيء وبتحطوا اي باسورد وبتعملوا حفظ وبتطلعوا من الملف. هلا هيك انتوا حطيتوا باسورد للادمنز. الباسورد هذا لا تحكوا لاي حدا مشان ما حدا يقدر يصير ادمن بدون ما يستشيركم. خلاص بس حفظتوا، تطلعوا بترجعوا تشغلوا السيرفر. وبس شغلتوا السيرفر هلا مود السي اف والفي بي ادمن تولز بكون مفعل عندكم على السيرفر. هلا بس تكبسوا اسكيب، بتروح على اوبشنز كنترولز كي بايندز، بتلاقوا هون عندكم صار في بي ادمن تولز. هاي بتقلكم كل الكي بايندز تبع الفي بي ادمن تولز. طب هلا لحتى تفعلوا المود عندكم، انا عندي على الكيبورد هو الزر هاد اللي هو الاند فوق الاسهم، بكبسه قال لي admin tools and keybinds toggled on، يعني انا اشتغل
المود عندي. هلا في كبسة فوقها بكبسها تطلع لي القائمة هاي. من هون بقى فيني اعدل على السيرفر ارسبن شو ما بدي. طيب يا جماعة هيك بكون نزلنا مود LCF ومود VP Admin Tools. بنفس الطريقة فيكم تعملوها على مودات تانية. بدكم مثلا تنزلوا مود السيارات تعملوا نفس الشي. بتمنى انكم استفدتوا من الفيديو. اذا استفدتوا حطوا لي لايك وتعليق حلو مثلكم. بتمنى لكم هلا يوم حلو وسلام.